أستاذ فادي سنان، محامي وعضو هيئة الدفاع عن الأستاذ أحمد سواب. اليوم كما شفتوا في الندوة الصحفية طرقنا للمسار القضائي للملف. بتاريخ 2 جويلية إصدار قرار ختم بحث من السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. هذا القرار فحواه إحالة مناوبنا على الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل جرائم على غاية الخطورة على معنى قانون الإرهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات. قمنا بالطعن في القرار المذكور أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. للأسف الدائرة أيدت قرار ختم البحث. خيرنا كهيئة دفاع عدم الطعن بالتعقيب باعتبار أنه سوابق بينت أنه يمكن لا جدوى أو مش ما نستناوش حاجة كبيرة من الطعن هذا. بالتالي احنا اليوم في انتظار تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية، مع الإشارة أنه القاضي اللي ينظر في الطور التحقيقي في ملف الأستاذ أحمد سواب هو اليوم رئيس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية. بالتالي قانونا لا يمكن له النظر في الملف في الطور الابتدائي، وهذا يمكن في اعتقادنا ينجم يزيد يأخر النظر في الملف.